أسئلة الموضوع الأول. السؤال الأول: الاعتماد على الملاحظة كخطوة أولى في دراسة حاسة السمع ودورها في التمييز بين الأصوات المختلفة، حيث تعتمد هذه الحاسة على الخلايا الحسية التي تحفظ الصوت والذبذبات. يعبر ذلك عن معنى العلم من حيث اللغة، المنهج، الموضوع، النتائج التطبيقية. احنا درسنا معنى العلم وقلنا ان هو نوعين: المعنى اللغوي زي مثلا العلم نقيض الجهل. طب المعنى الاصطلاحي انا كاتب لك تحت اهو 3 تعريفات: الموضوع والمنهج والنتائج التطبيقيه. الموضوع بيتكلم عن ايه؟ الظواهر الحسيه اللي هي الماديه اللي اقدر اعمل عليها تجربه. طب المنهج قلنا الطريقه او الخطوات او الاسلوب التي ينتج بها رجال العلم القوانين. طب النتائج التطبيقية الاختراعات، كل ما نتج عن العلم، مجموعة التطبيقات التي توصل إليها العلم زي الاختراعات مثلا. هنا بيقول لك إيه؟ الاعتماد على الملاحظة كخطوة أولى في دراسة حاسة السمع. يبقى هنا يقصد إيه؟ المنهج. بيقول لك كخطوة أولى، يبقى بيعتمد على منهج. يسير العلماء على ضرب واضح المعالم للوصول إلى القوانين والنظريات المختلفة. تصف العبارة معنى العلم من حيث المنهج، الموضوع، النتائج التطبيقية، اللغة. احنا قلنا إن معنى العلم نوعين: المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هنا عايز إيه؟ المعنى الاصطلاحي اللي هم 3 تعريفات: الموضوع، الظواهر الحسية اللي هي المادية اللي أقدر أعمل عليها تجربة. المنهج قلنا الطريقة أو الخطوات أو الأسلوب التي ينتج بها رجال العلم القوانين. النتائج التطبيقية اللي هي الاختراعات، كل ما نتج عن العلم، مجموعة التطبيقات التي توصل إليها العلم. هنا بيقول لك إيه؟ يسير العلماء على ضرب واضح المعالم. يعني إيه ضرب؟ منهج للوصول إلى القوانين والنظريات المختلفة. يبقى هنا يقصد إيه؟ المنهج. اختراع الهاتف المحمول يعكس لك مفهوم العلم من حيث المنهج، الموضوع، اللغة، النتائج التطبيقية. احنا درسنا معنى العلم وقلنا ان هو نوعين: المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هنا عايز ايه؟ المعنى الاصطلاحي اللي هم ال3 تعريفات: الموضوع، الظواهر الحسية اللي هي المادية اللي اقدر اعمل عليها تجربة. المنهج قلنا الطريقة او الاسلوب او الخطوات التي ينتج بها رجال العلم القوانين. النتائج التطبيقية اللي هي الاختراعات، كل ما نتج عن العلم، مجموعة التطبيقات التي توصل إليها العلم. هنا بيقول لك إيه؟ اختراع الهاتف المحمول يقصد إيه؟ النتائج التطبيقية. توفير سماعات طبية جديدة ناطقة لها خصائص حماية خاصة لكبار السن، مثل إرسال تنبيه عند سقوط أحدهم أو تعرضه لأزمة صحية طارئة. يدلل ذلك على معنى العلم من حيث التطبيقات التي توصل إليها العلم: معرفة الشيء وإدراكه، دراسة الوقائع الحسية، الطريقة التي ينتج بها العالم القوانين. تاني احنا درسنا معنى العلم وقلنا ان هو نوعين: المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي اللي هو 3 تعريفات: الموضوع اللي هي الظواهر الحسية اللي اقدر اعمل عليها تجربة. تاني حاجة المنهج، الطريقة او الخطوات او الاسلوب التي ينتج بها رجال العلم القوانين. رقم 3 النتائج التطبيقية اللي هي الاختراعات، مجموعة التطبيقات التي توصل اليها العلم. هنا بيقول لك ايه؟ توفير سماعات طبية جديدة ناطقة. ده ايه؟ اختراع اللي هي تطبيقات التي توصل إليها العلم. العلوم التي تهتم بوصف ودراسة وتحليل وتوثيق العلاقات بين الأفراد وأساليب التعبير والتواصل. تصف العبارة العلوم الاجتماعية، الفيزيائية، البيولوجية، الطبيعية. احنا قلنا العلوم بتدرس الظواهر. طب العلوم الإنسانية والاجتماعية تدرس ايه؟ الظواهر الإنسانية والاجتماعية اللي هي ايه؟ العنف الأسري والاضطراب النفسي. هنا بيقول لك ايه؟ تهتم بوصف ودراسة وتحليل وتوثيق العلاقات بين الأفراد. يبقى يقصد هنا ايه؟ العلوم الاجتماعية.
تعد ظاهرة قوس قزح إحدى الموضوعات التي يتناولها العلم بالدراسة. تصنف هذه الظاهرة ضمن العلوم الاجتماعية، الفيزيائية، الطبيعية، البيولوجية. احنا قلنا إن العلوم بتدرس الظواهر. طب العلوم الطبيعية بتدرس إيه؟ الظواهر الطبيعية زي البرق والرعد والجاذبية. هنا بيقول لك إيه؟ تعد ظاهرة قوس قزح دي إيه؟ ظاهرة طبيعية. مين اللي هيدرسها؟ العلوم الطبيعية. يهتم علم الوراثة بدراسة الجينات مما ينتج عنه من تنوع في الكائنات الحية. في ضوء العبارة السابقة يمكن تصنيف علم الوراثة في سلم تدرج العلوم بأنه من العلوم الفيزيائية، الطبيعية، البيولوجية، الاجتماعية. احنا قلنا إن العلوم بتدرس الظواهر. أنا خدت فين يهتم علم الوراثة بدراسة الجينات؟ في الظواهر البيولوجية اللي هي التطور في الكائنات الحية. يبقى يقصد ايه؟ العلوم البيولوجية. استهلاك الأطفال لساعات طويلة من الوقت أمام الإنترنت يقلل من تفاعلهم مع الآخرين ويؤثر على التطور. تصنف هذه الظاهرة في قمة العمومية، الدرجة الأولى للعمومية، الدرجة الثانية من العمومية، نهاية العمومية. أنا كاتب لك أهو المرتبة الأولى بتدرس إيه؟ العلوم الطبيعية اللي هي قمة العمومية. طب المرتبة الثانية اللي هي الدرجة الثانية من العمومية تدرس العلوم البيولوجية اللي هي إيه؟ تطور في الكائنات الحية والتمثيل الضوئي. المرتبة الثالثة اللي هي نهاية العمومية بتدرس إيه؟ العلوم الإنسانية والاجتماعية زي إيه؟ العنف الأسري والاضطراب النفسي. هنا بيقول لك إيه؟ استهلاك الأطفال لساعات طويلة من الوقت أمام الإنترنت اللي هي إيه؟ خاصة بالإنسان زي العلوم الإنسانية والاجتماعية. يقصد إيه بقى هنا؟ نهاية العمومية. البحث في القواعد التي يقوم عليها السلوك يصنف ذلك ضمن العلوم التي تقع في الدرجة الأولى العمومية، الدرجة الثانية من العمومية، نهاية العمومية، قمة العمومية. تاني احنا قلنا المرتبة الأولى اللي هي قمة العمومية تدرس إيه؟ العلوم الطبيعية اللي هي الظواهر الطبيعية. المرتبة الثانية اللي هي الدرجة الثانية من العمومية تدرس إيه؟ العلوم البيولوجية زي التطور في الكائنات الحية والاستنساخ. المرتبة الثالثة نهاية العمومية اللي هي العلوم الإنسانية والاجتماعية زي العنف الأسري والاضطراب النفسي. هنا بيقول لك إيه؟ البحث في القواعد التي يقوم عليها السلوك. يقصد هنا ايه؟ العلوم الإنسانية والاجتماعية اللي هي ايه؟ المرتبة الثالثة. تبقى الإجابة نهاية العمومية. عملية تقوية المنشآت المقامة بالفعل أو ترميمها أو إزالتها في حالة عدم صلاحيتها للتقليل من نتائج الأعاصير. نستخلص من ذلك من حيث المنهج، الهدف، الموضوع، الوصف. هنا بيقول لك ايه؟ عملية تقوية المنشآت المقامة بالفعل أو ترميمها أو إزالتها في حالة عدم صلاحيتها. طب ده ليه؟ للتقليل من نتائج الأعاصير اللي هو ايه؟ هدف العلم. احنا قلنا هدف العلم تحكم وسيطرة الإنسان على العالم الذي يعيش فيه. طب ليه؟ لتجنب أخطار الطبيعة كالزلازل والبراكين والسيول. تقوم الدولة التي بها مناطق ساحلية ببناء حواجز ومصدات لحماية الشواطئ البحرية لتجنب تآكلها. يطبق ذلك العلم من حيث المنهج، الهدف، الوصف، الموضوع. تاني احنا قلنا ايه هدف العلم؟ سيطرة الإنسان على العالم الذي يعيش فيه لتجنب أخطار الطبيعة كالزلازل والبراكين والسيول. هنا ليه بيبني حواجز ومصدات لحماية الشواطئ البحرية؟ لتجنب تآكلها. تبقى الإجابة الهدف. وضع ابن الهيثم مبادئ وصف لآلة التصوير يمثل ما سبق العلم من حيث الجانب التطبيقي، الجانب النظري، تكنولوجيا التجربة، النتائج المادية. احنا قلنا جوانب العلم نوعين، جانب نظري وجانب تجريبي. الجانب النظري اللي بيديك الفكرة او النظرية، اما الجانب التجريبي اللي بيطبق الفكرة. هنا ابن الهيثم عمل ايه؟ وضع مبادئ وصف لآلة التصوير. يبقى عمل ايه؟ ادى الفكرة
تبقى الإجابة من حيث الجانب النظري. تمكنت الطالبة عزة فياض من اختراع طريقة جديدة لتوليد الوقود الحيوي عن طريق تدوير كسر البلاستيك، يدلل الموقف السابق على العلم من حيث التحقق التجريبي، الجانب النظري، الموضوع، التنظير العقلي. تاني احنا قلنا جوانب العلم: جانب نظري اللي بيديك الفكرة أو النظرية، الجانب التجريبي اللي بيطبق الفكرة. هنا الطالبة عملت ايه؟ اخترع طريقة جديدة لتوليد الوقود الحيوي. تبقى الإجابة التحقق التجريبي. العلم يناقض الجهل، يلخص ما سبق إحدى مفاهيم العلم من حيث الموضوع، المنهج، النتائج التطبيقية، اللغة. هنا بيقول لك إيه؟ العلم يناقض الجهل، ده المعنى إيه؟ اللغوي. يبقى الإجابة اللغة.